الكارثة اللي حصلت يوم 15 أغسطس سنة 1971 لما العالم كله صحي وسمع جملة واحدة: ملكش دهب عندي، الدهب بتاعك بخ خلاص. والله بجد هو ده اللي حصل. ريتشارد نيكسون قرر من دماغه ان هو يلغي اتفاقية تحويل الدولار لذهب، واللي انا اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. الكلام ده معناه الخروج النهائي من اتفاقية برايتون وودز، واللي اتعملت بعد الحرب العالمية الثانية، واللي كانت بتقول ان الدولار مدعوم بالذهب. لكن بسبب الضغوط الاقتصادية اللي واجهت امريكا في الفترة دي، عندك بقى ارتفاع عجز في الميزان التجاري، عندك تضخم، عندك مصاريف بتتصرف بطريقة غير طبيعية على الحروب بتاعتها في فيتنام. وبلعبة كده صغيرة أمريكا عملتها، قالت لك أنا ما عنديش ما يكفي من الاحتياطي الذهبي لدعم الدولارات المتداولة عالميا، وده اللي عمل حاجة اسمها نيكسون شوك أو صدمة نيكسون. وهنا كان لازم الفيدرالي يتدخل غصب واقتدار. ما هو الناس ادتنا ذهبها وخدت دولار تشتغل بيه في المعاملات التجارية الدولية، واحنا صرفنا اللي ورانا واللي قدامنا على الحروب، ودعمنا حلفائنا كتير جدا بعد الحرب العالمية الثانية، وسلفناهم دولارات وذهب. يرضيك يا فد نفلس وما نعرفش نرجع جنودنا اللي بره، ولا انت عايز الامريكيين يعملوا علينا ثورة؟ وفي الحالة دي الفيدرالي رضخ، ومن وقتها العالم بدأ يعتمد على سياسة أسعار الصرف العايمة، اللي بيتحدد فيها قيمة العملات بناء على العرض والطلب في الأسواق العالمية. من وجهة نظري أنا الشخصية إن دي أكبر نصبايا اقتصادية في التاريخ. صدمة نيكسون كانت نقطة تحول كبيرة جدا في النظام العالمي المالي، واتنقل العالم وقتها من نظام بيعتمد على الذهب لنظام بيعتمد على أسعار الصرف العايمة. التحول ده غير طريقة إدارة الاقتصاديات وأسعار الصرف بشكل كبير جدا، ده غير إن هو فتح المجال لظهور التضخم وتقلب العملات بشكل واضح. لكن في نفس الوقت ادى لامريكا القوه ان هي تخلي الدولار بتاعها dominant currency او عمله مسيطره على مستوى العالم. واخر حاجه هقولها لك ان البنوك المركزيه على مستوى العالم بقالها حوالي 10 او 15 سنه بتعكس الافكت ده عن طريق ان هي بتعمل حاجه اسمها تسليع العمله او commodifying the currency. بس كده يا صديقي انا خلصت. ما تنساش بقى تقول لي ايه رأيك في اللي انا قلته ده، ولو عندك اي معلومات اضافية عن الموضوع اللي انا اتكلمت عليه سيبها لي في الكومنتس تحت.